السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتعرف على طريقة تحضير الطاجين بالعسل. نحتاج في المقادير قطع ديال الفخذ، يعني حسب الرغبة، 9 3 على حسب الناس اللي كاينين في المنزل ديالكم. 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، 2 بصلات الحجم يعني متوسط ديال الحجم، و4 تومات، وكوب ونصف كوب من مرق الدجاج، وكوب من الماء، ونصف كوب من التمر المنزوع النوى يعني محيد ديال العلفه ديالو، ربع كوب ديال العسل، ونصف كوب ديال اللوز مقشور ومحمص، وملعقه صغيره من بذور الكمون، وكذلك القزبر، وكذلك السكنجبير والكركم يعني الخرقوم بالنسبه للمغربيه، ومسحوق القرفه، وفلفل احمر حار، وربع ملعقه صغيره جوز الطيب، وملعقه كبيره قزبر خضراء يعني مفرومه، وملح حسب الاحتياج. طريقة التحضير سهلة. كنشدو واحد المقلة، كنديرو فيها الزيت حتى كيسخن مزيان واحد شوية، وكنبداو نوضعو دوك الفخاد ديال الدجاج، مكنحطوهمش دفعة واحدة، بشوية بشوية كنحطو وحدة 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 على حسب، باش يلا يشد كل واحد يتحمر واحد شوية على حسب رغبة كل شخص. هكذاك، وكتبقاي تحركي داك الدجاج على النار حتى يصبح بني اللون يعني ذهبي، يولي ذهبي تيقرب يتحمر كنقولوا حنا بالمغربي يتحمر. ثم صفي على ورق ماصلين امتصاص الدهن باش يحيد داك الدهن بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش داك الدهن على حسب. وكتشد ديك المقلاة نفسها وتضيف قليل من الزيت، واضيف البصل والثوم والتوابل الملح، وحرك المزيج حتى يذبل حتى تذوب البصله والثومه ويصبحان طريان. أضيف الدجاج المقلي إلى المقلاة مرة ثانية مع البصل والثوم والتوابل، وأضيف المرق والماء، واترك المزيج مغطى على نار هادئة مدة ساعة، ثم أزيل الغطاء وواصلي الطهي لمدة نصف ساعة حتى يتكتف المزيج قليلا ويصبح الدجاج ناضجا. ومن بعد أضيف التمر والعسل واللوز وحركي الخليط، ثم انطري يعني فرتي ذاك القزبر من الفوق على الوجه، وقدمي طاجين دجاج ساخنا، ويكون تقديم طبق من الأرز المفلفل بجانبه حسب الرغبة. ودمتم في رعاية الله وشهية طيبة.